بقينا اخر الشهر ومفلسين، عايزه تعملي اكله اقتصاديه ما تكلفكيش كتير ويكون طعمها خطير، اعملي لهم صينيه العجه دي. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد كان طعمها حكايه، وبجد هيشكروكي عليها لما تعملها لهم. وصفه سهله وبسيطه مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. تعالي بقى لما نشوف هنعمل ايه. طاسه على النار فيها معلقه كبيره من الزيت ومعلقه كبيره من الزبده، او معلقتين كبار من الزيت او معلقتين كبار من الزبده. بعد كده هننزل ببصلتين وسط مفرومين فرم خشن او مقطعينهم على ايديكم قطع صغيره كده، وهشوح البصل كويس في الزيت. وياريت تكون النار هاديه علشان انا مش عايزه البصل ده ياخد اي لون، انا ما الا بس عايزاه يدبل. بعد كده هننزل بنص معلقه صغيره من الثوم المفروم. بعد كده هيكون معايا فلفل الوان وفلفل حامي مقطعه مكعبات صغيره، هنزل بيهم على البصل واشوح الكلام ده كله مع بعض. واول ما يدبلوا هطفي النار واسيبهم لغايه ما يبردوا. هما كده دبلوا، فهطفي النار واسيبهم لغايه ما يبردوا. في طبق بقى فيه 4 بيضات نضربهم كويس. وتعالوا بقى لما نشوف هنعمل ايه كمان على البيض. معايا كوبايه كبيره من الزبادي، هربها كويس بالشوكه او اضربها كويس بالشوكه علشان تنعم، وبعد كده هنزل بيها على البيض. عايزه اقول لكم كوبايه الزبادي دي هتخلي الصينيه دي حكايه، جربوها وعلى ضمانتي. وهقلب الخليط ده كويس، يعني البيض مع الزبادي، لغايه ما الخليط ينعم خالص. يعني انا مش عايزه اي تكتلات تكون في البيض من الزبادي. بعد كده هننزل ب4 معالق كبار من الدقيق، ونرجع نقلب تاني. اهم حاجه تنعموا الخليط كويس. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. بعد كده هيكون معايا ربع كوباية من الزيت او ربع كوباية من السمنة او ربع كوباية من الزيت على زبدة، انا هنا منزلة زيت على زبدة. وبعد كده اقلب الكلام ده كله كويس. وتعالوا نشوف هنعمل ايه كمان. هننزل بطماطمايه متقطعة مكعبات صغيرة، بس الطماطم شايلة القلب بتاعها والبذر بتاعها، واخدة اللحم بس بتاعها. وبعد كده هنزل بربطة من البقدونس وربطة من الكزبرة ونص ربطة شبت. بعد كده هجيب الخضار اللي انا حضرته من شوية وانزل بيهم على البيض. ويلا بقى نقلب الكلام ده كله مع بعض. طبعا هنا هتلاقوا قوام الخليط بقى تخين او تقيل، فهننزل بربع كوباية مية بس علشان نخفف قوام الخليط ده. وطبعا احنا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن. بعد كده نظبط البهارات، هننزل بالملح وفلفل اسود ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وربع معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من البابريكا ورشة من ال7 بهارات. ويلا نقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد كده في صينية مدهونة بالزيت كويس هننزل بالخليط ده كله، ووزع الخليط كويس في الصينية. بعد كده هديلها خبطتين علشان خاطر الخليط ده يتساوى كويس، وهدخلها في فرن على درجة حرارة 180. وبعد نص ساعة هتاخدي احلى عجة. بجد يا جماعة الوصفة دي اعملوها وعلى ضمانتي انا، بجد كان طعمها تحفة، وكوباية الزبادي ادت للصينية دي طعم حكاية. يلا بقى اعملي شوية سندوتشات للأولاد ودلعيهم، شوية طماطم جنبهم على شوية جرجير شوية مخلل. بجد يا جماعة وصفة جميلة، وشوية سندوتشات عجة هتاكلوها بجد طعمها تحفة. وبجد كانت أكلة سهلة وبسيطة وما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود، وكمان مكلفتناش كتير. يلا جربيها وقوليلي رأيك فيها ايه. وهنا بصوا الصينية ازاي ما لزقتش، وبصوا شكل العجة عاملة ازاي، بجد كانت تحفة. يلا بقى جربوها وقولولي.